هي الفاخر الأصلية مليانة حشوة، وهي الفاخر السورية فقيرة بالحشوة. لما كنت صغير كنت اشتري الفاخر، كانت قرص كبير معباية كراميل، كنت اشبع منها، افطر واتغدى منها. قلت لاسترجع ذكرياتي رحت اشتريت، طلعت هيك قراص صغيرة وفاضية ما فيها شي. بالصدفة شفت فيديو على الانترنت انه الفاخر هي اكلة شعبية بالارجنتين، وهي اصلا بالارجنتين وزلمة جابها لعنا على سوريا. المهم قررت انه ادور عليها وجيبها. لقيت موقع ارجنتيني طلبت منه الفاخر، عملت بشتيلن، خلال 3 ايام كانت عندي بالبيت. المهم لما رحت دور عليها كان في كتير انواع. طلبت هاي العلبة، كان فيها نوعين، لونين يعني ابيض واسود. مبدئيا العلبة كانت مرتبة، وكمان التغليف كانت مغلفة بطريقة ممتازة. طلعوا الأقراص صغار بس مو مشكلة، نحن رح نجربهم هلأ. الأول مغلفة بألمينيوم، يعني تغليف صحي. مبدئيا نكسرها هيك تطلع مليانة كراميل يا عيني، ومثل مو بسكوت، كمان مثل الجاتو، يعني مثل ما كانت أنا وصغير. وآخر شي طلعت طيبة، يعني مثل ما كنت عم باكلها وأنا وصغير. خلونا نفتح الثانية البيضة نشوفها. هي طلعت مو شوكولا، طلعت مثل أباقيب، إذا بتعرفوا مغطسة بأباقيب شلون ما بعرف، بس طيبة. الله يا عين، شهدكم تكونوا معي. في فرق من الأرض للسماء بالطعم. شوفوا شلون قديش معباية كراميل، هيك ليك فيني طلعها كلها بإيدي أصلي. وهي السورية شوفوا قديش، وين راحت بلادنا، شلون كانت شلون صارت. أنا المهم استرجعت ذكرياتي والطعم الأصلية. إذا بدكم إياه رح أحط لكم الرابط وأول تعليق. وسلام للفيديو الثاني.